مرحبا، معكم أفنان. هالوصفة الإبداعية عملتها ياسمين على قناتها، قناة ركن الياسمين. اتفقنا أنا وياها نحضر لكم حلويات لرمضان تكون بسيطة وسهلة وما تكلف شي. فهي حضرت لكم حلا الأوريو، شكلها كتير بشهي. يسلموا ايديك على الوصفة الحلوة. بليز يا بنات فوتوا على الفيديو تبعها وشوفوا الوصفة اللي حضرت لكم إياه، وخلونا نشوف وصفتي اللي أنا حضرتها. فكرة حلا اليوم هو بالتمر، يعني المكون الأساسي فيها التمر، ولكن بحشوات مختلفة. كمان رح يكون جزئية في الفيديو لتحضير القهوة العربية. كتير طلبوها مني مع اني انا حضرتها قبل هيك على القناة، بس حبيت اني اشارككم مرة تانية طريقتي بالقهوة العربية. بالنسبة لمكونات الحلا الأول اللي هو باونتي التمر، راح نحتاج حوالي نص كيلو من التمر المعجون. ممكن تشتروه جاهز او انكم تعجنوه بالزبدة. عندنا هنا حوالي كوباية من جوز الهند وربع كاسة من الحليب المكثف المحلى. اول شي رح نعمله نحن رح نعمل الحشوة. رح نبدأ نعجن جوز الهند بالحليب المكثف المحلى. زي ما شايفين انا ببدأ احط بالتدريج الحليب المكثف وابدأ اعجنها. طبعا لحتى اوصل للقوام اللي انا بدي اياها لما اضغط عليها تكون متماسكة ما تكون متفتتة. راح ازيد حليب مكثف واعجن لغاية ما اوصل للقوام اللي انا بدي اياه. مثل ما شايفين هذا القوام اللي انا بدي اياه، مجرد اني اضغط عليه يتماسك. هذا القوام اللي انا بدي اياه، ما بدي اياه يكون مفتفت ابدا، بدي اياه يكون متماسك. هسا راح احط الحشوة على جنب وابدا اشتغل بالتمر. بالنسبة لي التمر ممكن تجيبوه جاهز، معجون جاهز. انا هذا التمر كان طبعا هو حب، طلعت الحب اللي منه وبعدين عجنته بشكل منيح لغاية ما صار كتير ناعم، وضفت له شوية زبدة عشان يلين لي اياه لغاية ما وصلت يعني لهذا القوام انه اقدر اني افرده. طبعا التمر هيو حطيته على ورقتين زبدة ومسكت الشوبك وبدأت افرد فيه. طبعا راح افرده لغاية ما ياخد معايا شكل مستطيل او شكل مربع. المهم انه ينفرد وما يكون في يعني مكان اعلى من مكان، كله يكون على مستوى واحد. طبعا زي ما شفتوا سويته وخليته على شكل واحد، وبعدين راح انزع اللي هي ورقة الزبدة اللي فوق. تمام، راح ابدا اجيب الحشوة وابدا اوزعها على التمر. ممكن تفردوا الحشوة في مكان يعني على ورق زبدة تاني، وبعدين اللي هو تحطوه على اللي هو التمر. بس انا ما حبيت اعمل هالحركة، حكيت يعني انه هيك اسرع لي اني احط الحشوة على طول على التمر، اوزعها وافردها بشكل منيح. تمام زي هيك. ممكن تفردوها انتو على ورق زبدة تاني او على اللي هو النايلون هذا الشفاف، وبعدين تنزلوها مرة واحدة على اللي هو التمر. مش هتفرق كتير، المهم انه توزعوها وتكون يعني متساوية في توزيعها. تمام، بعد ما وزعت الحشوة هبدأ ألفه على شكل رول. طبعا شوي شوي عشان ما يتقطع منكم، وراح نضغط عليه واحنا بنلف. تماما نفس فكرة اللي هو الباونتي كيك، كيف لما تجيبوه هيك وتلفوه، نفس الفكرة يعني. بس اللهم انه هذا التمر وراح يكون اللي هو جوز هند، يعني تقدروا تقولوا انه هي باونتي من غير شوكولاتة. المهم راح نلفها بشكل منيح، وزي ما شايفين وانا بلف بضغط عليها وبسحب ورقة الزبدة من فوق علشان يعني يمسك في بعضه. تمام، راح الفها كلياتها، بعدين اوريكم هيك تريك كتير حلو في الكيكة هاي او في الحالة هذا. هنا جبت جوز هند ووزعت عليها من برا، وراح ادحرجها عليه. بدي اياها تتغطى كلياتها من برا بجوز الهند. طبعا هيك راح يعطيها هيك شكل لطيف في النهاية لما تقطعوها. طيب بس هيك راح هيك حركة بسيطة، بس هتخلي الحلا كتير فخم، رغم انه كتير بسيط ومكوناته كتير بسيطة. يعني من ثلاث مكونات عملنا حلا فخم. تمام. راح اغطيها كلياتها بجوز الهند. بعد هيك الفها وادخلها التلاجة، بدها حوالي ما بين 4 ل6 ساعات. بدي اياها تتماسك منيح، كل ما طولت بالتلاجة بكون افضل، بتكون تماسكت احسن عشان لما تقطعوها ما تتفتت منكم. طيب، فكرة الحالة التانية كتير برضو سهلة وكتير يعني فكرتها شوي جديدة. عندي هنا كيك
ريد فلفت كان عندي بالفريزر، بالعادة اللي بزيد عندي بحتفظ فيه بالفريزر. تمام، ضربته هيك بالفود بروسيسور لما صار معايا زي هيك مفتفت. راح اعجنه بالحليب المكثف المحلى. طبعا الكمية اللي بدكم اياها، انا هنا يعني الكمية مش كتيرة. تمام، بس هيك عجنتها ب3 معالق من الحليب المكثف المحلى، راح يعطيني هيك عجينة كتير ظريفة. هذه العجينة اللي راح اوصل لها، وراح احشي فيها التمر. راح ابدأ اوزع الحشوة على التمر. طبعا فردت التمر تبعي هذا فردته بنفس الطريقة اللي فردت فيه الجزء اللي هي الاولانية على ورق الزبدة، يعني نفس الفكرة، تحطوا ورقتين زبدة وتبدوا تفردوها عليها. هوزع عجينة الريد فلفت او الكيك اللي عملناها. تمام، راح نوزعها بشكل منيح على التمر لغاية ما تاخد يعني شكل التمر اللي عملناه. بعد هيك راح اجيب بسكوت مطحون. طبعا انا عندي بسكوت مطحون طحنته برضو على الفود بروسيسور، اعطاني هذا الشكل. راح اوزع شوية جوات فوق الكيك. طبعا هيك هيكون فيها طعم، يعني انا متخيلة الطعم من قبل ما اجربه. طعمة كيك وتمر وبسكوت، اكيد الطعم هيطلع زاكي. نفس الشي راح نعمله نحن، راح نلف التمر على هيئة رول، ونفس الشي راح نلفه ونضغط ونسحب ورقة الزبدة، يعني بدنا اياه يكون يعني متماسك كتير واحنا بنلفه، يعني نحسها انها كلياتها مع بعضها هيك متماسكة. تمام، وبعد ما نلفها نفس الشي راح نحط برا، راح احط بسكوت مطحون مش جوز هند، يعني طعمة البسكوت المطحون معاها بطلع كتير طيب. راح ادحرج الرول على البسكوت المطحون لغاية ما كله يتغلف من برا بالبسكوت المطحون. وبعد هيك راح ادخلها التلاجة ما بين 4 ل6 ساعات لغاية ما تتماسك معايا بشكل منيح، بحيث انه لما اقطعها تكون يعني كلياتها قطعة واحدة، يعني هيك تتقطع قطع من غير ما تتفتفت معي. طيب، خلونا عبال ما يبرد معنا هذا الحلا ويتماسك نشوف كيف طريقة القهوة العربية وكيف انا بعمل القهوة العربية. اول شي عندي هنا المية بخليها شوي تسخن على النار، وبحط شوية زعفران. بالنسبة للقهوة العربية اللي انا بستخدمها اسمها اللورد كافيه. طبعا مهيلة وجاهزة كل شي، طعمتها كتير طيبة. طبعا هذا مش دعاية للورد كافيه على فكرة، بس اني حبيت احكي لكم شو اللي بستخدمها. انا ما بعملها بالبيت، يعني انا بجيب القهوة العربية جاهزة. بضيف حوالي 3 معالق لنص لتر مية. طبعا البراد اللي عندي هذا بياخد 3 معالق لانه نص لتر مش لتر كامل. تمام، فراح اخليهم يغلوا على النار. هخليه يغلي لمدة 5 دقايق عشان ياخد النكهة. واخر شي قبل ما اطفيه بحط كم من حبة هيل كاملة، وبس هيك بتكون جاهزة معايا. مسكت معايا، قطعها. زي هيك بيكون شكلها. راح احطها في صحون، شوفوا كيف شكلها. تاني روعة، كأنها شوكولاتة وجواها كيك أحمر.
بس هيك الفيديو نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ان شاء الله تكونوا حبيتوا الفيديو. بليز اعطوه لايك وانشروه بين اصحابكم، واذا لسه ما اشتركتوا بالقناة بليز اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس، واللي بتفعل الجرس تحكي لي تحت بالفيديو بالكومنتات انها فعلت الجرس، وان شاء الله بالفيديو الجاي راح اذكر اسماء اللي فعلوا الجرس. وهلأ صار وقت اقولكم الى اللقاء في فيديو جديد، ومع السلامة.